ليه ايلون ماسك قالك انا ابيع كل ثروتي واشتري معبد دندرة؟ يلا بينا نعرف. معبد دندرة موجود في محافظة قنا، اتبنى للإله عطور. من أهم المعابد في الفترة والمعابد الوحيدة اللي فيها خرائط كونية بتتكلم على الفضاء، وفي خرائط بتتكلم على السماء. يعني الفراعنة زمان ده دليل إن هم كانوا عارفين في علم الكواكب وعلم الأبراج. والمعبد فيه 22 سرداب. في سراديب دلوقتي مفتوحة للزوار، وفي سراديب ممنوع الدخول ليها. وبيقولوا ويقال إن هو في بوابة بتنقل للعالم الآخر. وكمان معبد نضارة أي حد بيحب يروح يشوفه، عشان بيقولك في حجرة كده الواحد بيخش فيها بيجدد الطاقة بتاعته. يعني بيستعمل تجديد الطاقة، يبقى عندك حافز ويبقى عندك تجديد الطاقة، زي في رجال أعمال وزمان زي الفراعنة. أي حد عنده طاقة سلبية بيروح معبد نضارة بيجدد طاقته ويخليها إيجابية تاني مرة. ومعبد دندرة كان يعني الفرنسيين اكتشفوه، كان هو مختفي بقى من آلاف القرون والكلام والفرنسيين اكتشفوه. وكمان على الجدران بتاعته في حاجة اسمها مصباح دندرة. مصباح دندرة ده حاجة تشبه المصباح وفيها تعبان موصلة بكابل، ده دليل على وجود الطاقة، نوع من أنواع الطاقة الكهربائية أيام الفراعنة. وكمان كان في جدران ولوحات تدل على الفلك، ولوحات تشبه على سفن الفضاء. يعني الفراعنة كانوا عارفين إن هو في فضاء وفي كائنات فضائية، وكان في نجوم وكواكب والكلام ده. يعني الفراعنة عارفين لكل حاجة ومخططين لكل حاجة. وكمان في سراديب مهمة جدا لغاية دلوقتي ما اكتشفتش. وفي بوابة في معبد دندرة بتنقل للعالم الآخر. البوابة دي هي اللي ايلون ماسك عايز يدفع كل ثروته عشان يشتري معبد دندرة من مصر، بس مستحيل معبد دندرة مصر تسيبه كده، عشان أثر من آثار مصر، ده تاريخ من تاريخ مصر. وإن شاء الله ربنا يحفظ مصر من أي حاجة، عشان معبد النضارة ده لغز كبير لسه ما اكتشفش. يعني لغز، يعني في كمان لغز بتاع الأهرامات، كان سر بنائها والكلام موجود في معبد نضارة، في السراديب اللي لسه ما اكتشفتش. معبد نضارة من أهم المعابد، إنه أحسن يعني أهم المعابد اللي في مصر، فيه ألغاز وحاجات لسه ما اكتشفتش. وعلماء الآثار وعلماء الفلك وعلماء يعني العلماء بتوع العالم كلهم لسه بيحاولوا يكتشفوا معبد دندرة إيه السراديب المخفية فيه، وكمان اللغز اللي هو مخبيه معبد دندرة. وهنا خلصت نهاية حلقتنا. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. لو الحلقة عجبتكم اعملوا لايك واشتراك، وانتظروا كل جديد. السلام عليكم.